السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ شكلك كده جايبة مفاجأة. مش قادرة اجيب النفس مستني. مع انه دور واحد مش عارفة ايه اللي حصل لي، صحتي راحت. يا ترى معايا ايه؟ ايه بقى؟ اشوقكم شوية؟ ايه بقى؟ يا ترى معايا ايه؟ انا عايزة اشوقكم. ايه ايه بقى؟ تعالي يا حبيبتي، والله كله عشان خاطرك. هسيبكم شوية محتارين. ايه رد؟ اوعي تقولي ماما جايبة ايه؟ خليهم محتارين كده شوية. والله انا كنت نايمة لقيت جالي تليفون من محل السمك. مخبيش عليكم يعني، احنا موصيينه على الحاجة اللي في الكيس دي بقالنا كتير قوي 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 عشان خاطر رؤى. انا عرفت. من كتر ما هي قليلة خليته جاب كمية علشان اكيسها كاس واحطها في الفريزر، اول ما نحتاج نطلع على طول ونعمل. ايوه. يا ترى ايه؟ يا ترى ايه؟ الموضوع كبير قوي، الموضوع كبير قوي 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 قوي. اوبا. هي كابوريا بس مش اي كابوريا. استنوا بس كده خليكم معايا افضيها واشرح لكم القصه والحوار. تصور اعملها في كيسين ان شاء الله. وانا كنت مفكراها كيس واحد. الموضوع كبير ليه بقى يا امان؟ عادي يعني، الدنيا مليانه كابوريا. دي مش اي كابوريا، دي اسمها، انا بس خايفه وحريصه عشان المقصات بتاعتها صعبه بتعور. خارجه من الاكياس، وقبل كده فتحت لي صابعي. عايزه اقول لك اخد وقت طويل قوي على ما التقم. دي اسمها كابوريا حجاري، غير الكابوريا الثانيه هشرح لكم دلوقتي. ايوه. الكابوريا الثانيه بص فريش وطازه خالص. خليك بقى معايا. خليك بقى معايا. الكابوريا العاديه لو تلاحظوا بتبقى من هنا لونها بيج ومنقطه النقط العاديه، دي اللي بتيجي من عزبه البرج، دي الكابوريا العاديه، واللي انا دايما بجيبها وبناكلها وعادي. جيت في يوم من الايام لقيت جالي من محل السمك كابوريا اللون اللي انتوا شايفينه ده، ولما بتتسلق مش بتبقى لونها برتقاني عادي، بتبقى غامقه مديه على لون احمر، حاجه كده خطيره. بطريقها من جوه مش صفرا، بطريقها من جوه برتقاني غامق قوي، على رأي كده ما بيقولوا هي محشيه مانجا. محشيه مانجا فعلا. فكلمنا محل السمك في يوم، احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الكابوريا دي شايفين لونها وبين التانية اللي بتبقى بيج ومنقطه. اظن واضح. ايه الفرق بقى؟ قالك دي كابوريا حجاري ليها اوقات معينه في السنه ما بتجيش على طول. حقيقي انا نفسي افتح لكم واحده بس خايفه ابوظ البطارخ بتاعتها، خلونا نفتحها بعد التسويه. ايوه. لانه والله حرفيا هي محشيه مانجا مش بطارخ عاديه. بس دي كابوريا نتي طبعا. كلها. فدي ما بتجيش طول السنه، ومش اي حد بيجيبها، مش في اي وقت تلاقوها. يعني اللي عايزها واللي نفسه فيها يقول لي وانا انزل لكم رقم محل السمك اللي انا بتعامل معاه. يلا بينا بقى على المطبخ نغسلها ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي نزلتها كلها في الحوض، لان انا مش حابه اكيسها وهي بالشكل ده في الفريزر، لا انا عايزه اغسلها غسله كويس. بصوا بقى، تفتحي الجزء ده، الحاجات دي الزوايد دي تشيليها بالراحه وتحافظي خالص على المثلث ده. ليه؟ لان ده لو اتشال هيخرج لك كل البطارخ اللي جوه، كل البطارخ اللي جوه هتخرج، ده اللي محافظ عليها. وطبعا ببتدي بقى اديها كده ايه دعكه كده كويسه. لو عندك فرشه مخصصه لكده اوكي. بفتح من هنا وببدا بصباعي كده بالراحه ادعكها كويس جدا، وخلي بالك علشان ما تتعوريش. واحده واحده انت هتبقي متمكنه فيها. شايفين؟ انا عايزه اجيب لكم بقى واحده تكون مش نظيفه خالص. شايفين دي؟ شيلي كده الجزء ده، واضح لكم؟ ومحافظه برضو على الديل ده علشان البطارخ اللي جوه بقى يا جماعه بقى خساره انها تطلع، خساره يعني. دي مانجا. فعلا مانجا والله، مش بطارخ عاديه. كابوريا الحجاري دي يا ريت اي حد بقى بيتابعني كده. كان في مره واحده معلقه لي من السويس، الجماعه دول بقى كده يعلقوا لي ويقولوا لي معلوماتي صح ولا غلط، تستحق الضجه دي ولا لا. كنت دايما بجيبها مشويه من بره، هم بره هيغسلوها الغسله دي. لا مستحيل. هيجيبوا كل الزوايا دي كده. لا مستحيل. لو عندك فرشه زي دي مخصصه للحاجات دي اوكي، بس دي عندي بتاعت الاطباق. انا بعملها بايدي دعكه كويسه جدا، وبفتح من هنا كده وبديها شطفه حلوه
مرة واتنين وتلاتة، واللي اتحطت في الطبق دي هرجع تاني اعيد عليها تاني. شايفة الزوايا دي؟ شايفة؟ صباعك كده بالراحة خالص، انتي واحدة واحدة هتبقي متعودة. شايفة؟ بخليها في الاخر كده بتبرق زي ما انتوا شايفين. بحط جنبي هنا وهرجع اعيد عليها شطفة تاني واحدة ورا التانية. وكانت اهم معلومة انا عايزة اوصلها لكم، الجزء ده تحافظي عليه. بس انا نفسي افتح لهم واحدة من جوه يا بابا. استنى مش خسارة فيكم، مش خسارة فيكم، انتوا عدوا الجمايل دي. بسم الله. بس هي بتبقى قوية قوي قبل الطبخ. شايفين؟ واو، شايفين الحلاوة والجمال؟ مش خسارة فيكم. دي بقى هنا دي هتتسلق النهارده، دي اللي تحت دي هتتسلق النهارده. كملها غسيل وارجع لكم تاني عشان نشوف هنشيل ايه. هشيل جزء بسيط اطبخه النهارده، والباقي هكيسه واحطه في الفريزر زي ما قلت لكم كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين غسلتها كويس جدا، بقت زي الفل. شايفين كل الجوانب وكل الاتجاهات كده. انا كنت شايله دي على الوش فيها الوان الطيف، مش عارفه واضحه ولا لا. فيها الوان الطيف كده من هنا، جميله قوي بسم الله ما شاء الله، باينه. وشطفتها مره واتنين وتلاته لحد ما بقت الميه زي الفل. بتميزي ازاي الكابوريا الناتي من اللي هي الدكوره؟ الكابوريا الناتي دايما خديها كده قاعده، ايه ده بتبقى محنيه. يعني عارفين انتوا الستات دايما بقى يهتموا بنفسهم ويحنوا ايديهم، ايه الكابوريا كده دايما ايديها متحنيه. المقصات بتاعتها لما تلاقي فيها اللون الحلو ده تبقى هي كابوريا ناتي. هشطفها بقى واصفيها اخر مره واشيل اللي انا هعمله وبعدين ارجع لكم تاني. يلا بينا بقى نعمل شويه كابوريا وسمك كده بمزاج. ما هي الكابوريا ما ينفعش لوحدها. انا هنا كنت هعمل جنبها سمك مقلي بولتي. معرفش اكل الكابوريا لوحدها، لازم جنبها اي نوع كده تاني. واهم من الشغل تظبيط الشغل. ظبطوا كده كل المكونات جنبكم، كل الامور هتخلص في ثواني. ويا سلام عليكي بقى لو كنت عامله كده زي ايمان، علبه توم مفروم على فلفل في الفريزر بتنفع في الازمات دي، ولا لسه هنقشر توم ولا نفرم توم ولا الكلام ده خالص. فورا طلعت العلبه، واظن انتوا كنتوا معايا وانا بعملها، واخدت منها كميه معقوله من الثوم على الفلفل كده، وابتديت انزل عليها بعصير ليمون كتير، السمك يحب الليمون جدا، على ملح وفلفل اسود وكمون طبعا وشويه كزبره ناشفه. وننضف كده حوالينا. دايما عندي العاده دي، لازم منديل في ايدي وافضل اروق، وشويه شطه حسب الرغبه. هتديله طعم وتست حلو قوي. وده كان كاري، اللي بيحبه هيلاقيه ظريف جدا مع السمك. يعني كاري مش للفراخ بس، انا دايما احب احط شويه كاري في تتبيله السمك. كده التتبيله بتاعتي بقت جاهزه. طبعا السمك مغسول كويس جدا، كنت نقعاه في دقيق وليمون وعامله فيه فتحات كده في الظهر هتساعده انه يشرب التتبيله بكل سهوله. الموضوع كان سهل جدا. هنا تبلته كده من جوه زي ما انتم شايفين، ودعكته كده من بره حلو علشان ادخل فيه الفتحات دي. دايما كالعاده بسيب شويه من التتبيله دي وبزودها بشويه خل وعصير ليمون، وببتدي ان انا ابهرها تاني. يعني شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون. الدقه دي ايه لازمتها؟ الدقه دي لما بحمر السمك لازم اطلعه انزله فيها، بيديله طعم مميز جدا. دايما كده شيلي منها معلقه على جنب وابدأي زوديها كده زي ما انت شايفه، خل وليمون، وظبطي ملحها وتوابلها واركنيها على جنب. السمك بتاعي بصراحه كنت متبلاه من بدري، فالصينيه اللي انتوا شايفينها دي لبستها كيس ودخلتها في التلاجة لحين وقت القلي. والرز الصياديه بقى، شايفين اللون وشايفين الجمال؟ البصل المبشور وصليه لدرجه دهبي غامق قوي، مش فاتح، وانزلي عليها بالميه تاخد غلوه واتنين وتلاته هتنزلي اللون البني بتاع البصل الحلو ده في الميه. ده سر لون السمك الصياديه الحلو. طبعا عملناه مع بعض كتير جدا. لما طبعا قربت من وقت الغدا طلعت كده الدقيق بتاعي فورا علشان ابدره في الدقيق. وطبعا كان في طاسه سخنه على البوتاجاز ورايا، ويا سلام لو تخصصي طاسه معينه لقلي السمك. يعني اي طاسه كده تكوني مستغنيه عنها وحاسه ان حالتها تعبانه شويه، اركنيها على جنب وخليها مخصوص لقلي السمك.
طبعا كل واحد بقى عارف الطاسه بتاعته بتاخد قد ايه. ابتديت كده ان انا اتبله، ولو تلاحظوا ابتديت ان انا انزله في الدقيق. لو تلاحظوا في الصينيه انا سايبه قشر الليمون ده، قشر الليمون ده وانا بقلي بنزله في الزيت. طبعا احنا مستخدمين كميه ليمون كتير جدا زي ما انت شايفه كده. هو دلوقتي بيتقلي. قشرتين الليمون دول بجد والله بيمنعوا ان يطلع عندك اي ريحه دخان او اي ريحه سمك وزفاره عموما في البيت. شايفين بقى الجمال والحلاوه دي؟ زي ما بقول لكم كده ظبطوا الدنيا. كل الخضار المشكل الحلو الجميل ده انا مقطعه عشان الكابوريا، ودي معلقه كبيره توم مفروم، شبت، كزبره، بطاطس ايه يا جماعه، بطاطس ايه يا جماعه، ركزوا، بصل، جزر، فلفل الوان، طماطم، ليمون. ظبطوا الدنيا كده خالص. وزي ما دايما بقولك ومعوداكي هتعملي الكابوريا ليها مقصات، ليها حاجات صعبة ممكن تجرح منك أي حلة تيفال أو جرانيت، فاعملي في حلة ألمونيا أو ستانلس كده معدن زيي، لأن لو عملتيها في أي حلة تانية هتضيع منك. شوية زيت كده محترمين، الحلة تكون سخنة، ونزلت بكمية الكابوريا دي وهبتدي أديها صدمة وأقلبها بالشكل ده. قلبش بمعلقة، انت تشيلي الحلة كده وترجيها مرة واتنين وتلاتة. ورحت نازلة بمعلقة الثوم على الفلفل. أنا بعملها بمزاج، صدقوني كنت بندم لما بجيبها من بره. وكل الخضار والفلفل الألوان والحاجات الحلوة دي اللي أنا كنت مقطعاها قلبتها على بعضها ونزلت بشوية. خدوا بالكم كنت عاملة حلة تانية فيها شوية كابوريا تانيين، يعني الحلة دي ما أخدتش الكمية كلها. طبعا أنا ما عملتش الكمية اللي كانت في الفيديو دي، أنا قسمتها على أكياس. يعني قسمتها على حوالي 3 أكياس، بس الكيس كان كبير شوية إنه يتعمل في حلة واحدة. وبعد ما اتشوحت مرة واتنين وتلاتة رحت نازلة عليها بقى بشوية شبت وكزبرة وعصير ليمون. يبقى الخضار اللي نزلنا بيه بصل، طماطم، جزر، فلفل ألوان، شبت وكزبرة وثوم مفروم، وطبعا عصير ليمون. وهبتدي ان انا ابهرها ملح، شوية فلفل اسود، شوية كمون، وشوية كزبرة ناشفة. وهنزل يعني مقدار كوباية مية علشان انا مش عايزة لها شوربة، هي كده كده هتنزل سوائل مع الخضار. كده بقت عندي تمام، ويلا بينا بقى نفرش السفرة الحلوة بتاعتنا. ايوه بقى يا سفرك يا امان، ايوه بقى، هي دي الاكله اللي تعدل الدماغ وتعدل المزاج. بقالي كتير قوي عايزه كابوريا، بس كابوريا من اللي على مزاجي، مش اي كابوريا، دي اسمها كابوريا حجاج، احلى حاجه. عملت جنبها بقى شويه كده رز صياديه، وزي ما انتوا كده شفتوا في الفيديو جايبه لكم كل الخطوات بالتفصيل. وهناكل مع شويه كده سمك مقلي، شويه سلطه خيال، مفيش جرجير، انا اسفه محل السمك ما بعتليش جرجير، يرضيكوا كده. وعندي مناسبه مهمه قوي يا اخواتي في القاهره، ومحتاره البس ايه، محتاره اجيب ايه، محتاره اعمل ايه. فنتغدى كده وننزل ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقني واعرف اجيب حاجه كويسه كده ليه انا والولاد نلبسها، وكل حاجه بالتفصيل هصورها لكم وانتم معايا في كل حاجه خطوه بخطوه. وباي باي.